اهلا بكم. هذه واحد الجده وصراحه درت واحد الفكره، هذه فكره زوينه بزاف. درت واحد البلاكار لولادها والحفايض ديالها في الباب، اللي كيدخل كينزل التليفون ديالو حتى شي واحد ما يهزش التليفون في الدار. وكتجلسهم كتعطيهم الافكار وكتعاود لهم القصص وكتعاود لهم بزاف ديال الحوايج وكيتعاطاو الافكار بيناتهم. التليفون ما يخدموش في الدار نهائيا من غير الا صونات لهم واحد مكالمه مهمه كيجاوبوها، كينوض يجاوب يسالي ويحط التليفون. وهذه فكره زوينه بزاف، نتسابقوا كون درناها وخرجت ولادها ذكيين انه التليفون كيسطي كيكلخ، حيتاش الادمان بالتليفون و ما يخليكش تفكر في حتى شي حاجه. كيخلي الراجل ما كيعطيش الافكار لولادو او يتجمع معهم او يعطي الوقت للزوجه ديالو. و المراه كذلك تقدر تكون مدمنه بديك التليفون وما كتخليش، يعني ما كتعطيش شي وقت للزوج ديالها وما كتعطيش الوقت لولاد ديالها وما يفكروا. حيتاش دابا شحال هادي مين كتمشي عند الناس او كيمشيو كتجمعوا مثلا في الاعياد الناس كيجيو يتجمعوا عند الوالدين، راه ما بقاش هذاك التجمعات ديال شحال هادي، ما بقاش. كل واحد حاشي راسو في التليفون. هذه بليه خايبه بزاف. وهذه يعني ماشي بحال شحال هادي كيكونوا الناس جالسين مجمعين والضحك، ودابا مبقاش داكشي، لا في الاولاد ولا في الام ولا في الاب ولا في، يعني كتكونوا مجموعين كتقولوا صافي حنا راه مجموعين وكتهضروا في التليفون او واتساب او داخلين. المهم التليفون ما كيتحطش علم الله. المهم شنو كيكون بيناتهم، المهم هادشي هذا خاصك ما كرهناش يكون هادشي نديروه. ودي ديري عينتي. دابا هي اللي كتعاود كتقول. والصراحه انا من شفت هاد سميتو هادشي اللي دارت هاد السيده هادي، بصراحه الفكره زوينه بزاف ونديروه. علاش ما نديروهاش؟ زوينه وزوينه بزاف. هادشي اللي كاين يا حبائي. انا بعد داكشي اللي قلت دابا قلت خصني نطبق هذا القانون هذا. خص الواحد اللي كاين في الدار كبير هو اللي غادي يطبق القانون. ودي شنو غادي يطبق هذا القانون هذا؟ دابا الناس ضاعوا. قلال 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 اللي غادي تكون زعما تكون شي وحده دابا غلبت على تغلب على ولادها تقول لهم صافي لا حيدوا داك الشيء وديروا التليفون هذه. ما بقاتش لقينا اللي غادي تبقاو مجمعين وهاضرين وهادي. ودي الله يحضر السلامه وصافي. الله يدير شي تاويل ديال الخير يا الخوت. وخليوا لي اللايك و خليوا لي اللايكاتكم وتعاليقكم. وكي جاتكم بعد هاد الفكره هذه ديال السيده مغربيه اللي عملت الحفايض ديالها و ولادها هاد الطريقه هذه وخرجتهم ذكيين وخرجتهم يعني كيكونوا دخل